تعالوا بقى النهاردة نعمل صواني حاجة كده رمضان. كل سنة وانتم طيبين. صواني تحفة جدا. النهاردة ان شاء الله معاكم نتيجة روعة لطريقة عمل النجرسكو، وكمان معانا صواني حلويات شرقية. دي كلها افكار ان شاء الله باذن الله لرمضان. بس انا حبيت ان انا اديكوا لمحة، ممكن نغير يومنا خالص اول يوم. بدل ما نعمل محشي الراعي الرسمي للمصريين في اول يوم، لا ممكن نعمل احلى صواني فيه. ومش شرط يبقى المحشي مكرونة بشاميل، جلاش، نجرسكو، فراخ، بطاطس، حاجة كده تحفة. اول حاجة كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونخش الفيديو. ما تنسيش تشتركي في القناة، تحطي لي لايك جميل هيعجبك بإذن الله، وكومنت جميل تشجيعا علشان استمر معاكم في نزول الفيديوهات. دي بقى صينية بطاطس بالفراخ تحفة روعة، تتبيلة ملهاش حل. حابين الطريقة بتاعت الصينية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي؟ تكتبوا لي في الكومنتات. صواني النجرسكو اللي انتوا شفتوها باللحمة وبالفراخ برضو اكتبوا لي في الكومنتات، ان شاء الله هنزل لكم بالفيديو الجاي بطريقة تحضير الصواني التحفة دي. ومعانا كمان صواني بقى الحلويات الشرقية بتاعت رمضان اللي ما نقدرش نستغنى عنها، البيتي. سمنة وطعم وشكل، حاجة كده تحفة تحفة تحفة. كمان طريقة تحضير صينية الجلاش، طريقة العمايل غير المعتادة اللي احنا بنعملها، يا صوابع يا مدورة، انسي خالص. وتقدري تحشيها الحشوات اللي انت عايزاها. برضو عايزة الطريقة ما تنسيش تكتبيلي في الكومنتات. انما بقى صينية الكنافة القمر اللي انتوا شايفينها دي في سرعة البرق، تقدري تعمليها في 5 دقايق وانت واقفة على رخامة المطبخ، او انت قاعدة كده بتتفرجي على المسلسلات بتاعت رمضان. تعمليها لولادك بسرعة جدا. طبعا بعد الفطار قبل الفطار اللي يعجبك، بس مش هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط. دلوقتي شايفين الطريقة دي، طبعا انتوا مش فاهمين انا بعمل ايه، لكن لو حابين تفهموا اكتبولي في الكومنتات. تعالوا بقى نشوف كده التكات والحركات اللي هتطلع معاكي صينية الجلاش احلى من بتاعت المحلات بكتير جدا. شكل وطعم وريحة وحاجة كده ولون وحاجة كده تفتخري بنفسك اللي انت مطلعة نتيجة تحفة من مطبخك، واحلى واوفر وانضف من بره بكتير. بعد ما قطعناها زي ما انتوا شايفين، تبتدي بقى تسقيها السمنة المتاحة عندك. طبعا السمنة دي انا كنت مسيحاها، لكن الدنيا ساقعة تلج طبعا فجمدت معايا، مش مشكلة خالص. هنزل عليه الجلاش بتاعي، ويكون الفرن كمان بتاعي سخن. هدخل الفرن على طول. تدخليها الفرن، وبعد ما تدخليها الفرن وهو سخن تطلع، يكون الشربات بتاعك بارد. كوباية ونص سكر على كوباية ونص مية، وتسيبيها تغلي لمدة 10 دقايق. وبعد كده تديها عصرة ليمونة وتطفي عليها النار، وتسيب الشربات يبرد. الصينية تطلع سخنة، يكون الشربات بارد، ابتدي اسقي بيها الجلاش بتاعي. طيب الكنافة الصينية القمر اللي انت كنت عاملاها دي، عاملاها ازاي؟ صلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هتجيبي معاكي بقى نص كيلو من الكنافة. نص كيلو هيعمل لك صينية حلوة جدا، اكبر من دي بشوية لاني شلت حتة محتاجاها لوصفة تانية. حتة كده يعني زي اقل من ربع كيلو، زي تمنية كده. تمام، لان الصينية بتاعتي دي مش كبيرة. لكن انت تقدري تعملي في صينية 26، النص كيلو تطلع معاكي حلوة قوي. 26 او 28 كمان هتطلع معاكي حلوة جدا، دي اقل. تمام تمام. حطينا ايه بقى على الكنافة؟ فرقناها، حطينا عليها سمنة، حطينا عليها 4 معالق سكر. سكر بودر، سكر خشن عادي خالص. تبتدي تفركي الكنافة بتاعتك حلو قوي. بعد ما تفركيها بالسمنة وبالسكر، تروحي حطها في الصينية وتفضلي تضغطي عليها بايدك ضغط جامد جدا. وبعد كده تدخليها الفرن درجة حرارة سخنة،
تكوني مدخلة الكنافة بتاعتك، يكون الشربات بتاعك بارد وتسقيها، والف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين، ومع السلامة.